السلام عليكم طلابنا حبايبنا، نحن وصلنا معكم اليوم للفيديو رقم 6. اليوم نحن ما نزال بعنوان التابع. حكينا بالفيديو الماضي على أمر أساسي بيهمني كتير بالتابع اللي هو مجموعة التعريف. اليوم بدنا نحكي عن أمر تاني كمان بيهمني وبيخص التابع، وصراحة دراستنا بكتاب التحليل ك11 وبكالوريا كلها تتلخص بعنواننا لدرس اليوم يلي هو الخط البياني للتابع. يعني أنا هالتابع هاد فيما بعد ما أعرف مجموعة تعريف وفي عندي كتير من الأمور والعمليات الحسابية بدي أساويها على هالتابع نهاية الكلام لوصل للخط البياني. طيب هون رح يعرفني على نهاية عملي المستقبلية اللي هو الخط البياني. فبنقول أنا وياكم الخط البياني للتابع. شو هو الخط البياني؟ إذا بتلاحظوا معي هون في رسم أنا عامله بمستوي فيه محورين، محور إكس ومحور الثاني كنا نسميه محور الوايات. هون رح أقول محور الوايات أو اف إكس. طيب لاحظوا معي هذا الخط اللي باللون الزهر عنا هون هو عبارة عن خط مثل ما شايفين. هالخط هاد فيني أقول هو عبارة عن نقطة أم نقطتين أم مجموعة من النقاط فيها كثير من النقاط؟ لا أستاذ، فيني أقول نقطة، تنتين، ثلاثة، مجموعة من النقاط. فهذا الخط البياني تبع التابع اف اكس. فرح أعرفه أنا وياكم بالشكل الآتي: الخط البياني للتابع هو مجموعة النقاط ام يلي فاصلتها اكس وترتيبها اف اكس، يعني صورة اكس وفق اف، بس شكل هالنقاط هي بهالكيفية هي اكس فاصلة اف اكس بيتشكل عندي خط بياني مثل ما شايفين. هذا بنسميه الخط البياني للتابع. إذا مجموعة النقاط ام اكس فاصلة اف اكس، طبعا حيث اكس تنتمي لدي اف. بيهمني الاكس تكون من دي اف. ليه؟ لأنه أنا اكس بدي استخدمها بحساب قيمة الاف، وبالتالي لابد انه الاكس تكون من ضمن مجموعة التعريف حتى يكون حساب الاف ممكن. طيب إذا لاحظتوا معنا التوضيح، هي محور الاكس محور الاف اكس معنا هالخط البياني. لاحظوا أي نقطة من الخط البياني إلها اكس وإلها اف اكس، بحيث الاكس من مجموعة تعريف التابع والاف اكس هو القيمة الممكنة يلي حسبنا عندها الاكس. طيب وبالتالي بعد التعريف فيني أقول نتيجة أنا وياكم هون. النتيجة بتقول نقول عن النقطة ام او بي. يعني أنا بفرض معي تابع اف وأعطاني نقطة، قال لي هل النقطة ام يلي مركباتها A فاصلة B تنتمي للخط البياني للتابع؟ يعني هلا انتم هون بالمستوي هي النقطة اللي باللون الأزرق موجودة على الخط البياني. طب هي النقطة هون هيك، هي النقطة ما تنتمي للخط البياني. طب أستاذ إذا أنا ما عندي الرسمة، لو عندي الرسمة بتحط لي النقطة بقول لك تقع ولا ما تقع. أنا هون ما عندي الرسمة، أعطاني تابع F بعلاقة أو صيغة مثل ما ذكرنا قاعدة ربط، أعطاني ام او بي، قال لي بتكون النقطة ام او بي تنتمي للتابع أو للخط البياني للتابع F إذا تحقق أمرين: الآ تنتمي لدي اف. أول شيء بدي انتبه إنه فاصلة النقطة لابد تكون من مجموعة التعريف التابع. الأمر الثاني إذا صورت الآ وفق اف، يعني اف في الآ لازم يطلع بي، يعني لازم تطلع الوايات. صور الإكسات لازم تطلع الوايات. إذا اجتمعوا هالشرطين الفاصلة تنتمي لمجموعة التعريف وصورة الآ تساوي بي، يعني صورة الإكسات تساوي الوايات، بهي الحالة بقول إنه النقطة ام تنتمي للخط البياني. خلينا نشوف أنا وياكم تطبيق على هذا الكلام. ناخذ تابع وناخذ نقاط ونتأكد هل تنتمي أو لا. لاحظوا معي التابع إذا عم لهم بالتطبيق بين إذا كانت النقطة المعطاة ام اكس فاصلة واي تقع على الخط البياني للتابع في الحالات الآتية: اف اكس يساوي اكس مكعب ناقص اكس زائد واحد، والنقطة معناها ام 0.1. أول شيء هذا التابع كثير حدود مثل ما مر معنا، مجموعة تعريفه كامل ار، وبالتالي الصفر تنتمي لار، معناتها الشرط الأول محقق. بتأكد من الشرط الثاني. إذا أول شيء عندي الصفر تنتمي لدي اف يلي هي ار، وممكن هذا الشرط ما نكتبه ما في مشكلة، بس لابد انه نتحقق منه وننتبه له. الشرط الثاني بدي صور الصفر. هلا اذا صورت الصفر وطلعت معي نتيجة واحد فبقول له تنتمي، ما طلعت واحد بقول له لا تنتمي. اف الصفر كيف بصور نقطة؟ اف اكس يساوي اكس مكعب ناقص اكس زائد واحد. لاحظوا معي الصيغة كيف. طيب اف الصفر قال بحط محل كل اكس العدد صفر، فبقول له اف الصفر يساوي يلا صفر مكعب ناقص صفر زائد واحد، يلا يساوي صفر مكعب هو صفر ناقص صفر كمان صفر زائد واحد، معناتها النتيجة عندي اياها واحد. لاحظوا معي طلعت اف الصفر تساوي واحد. صورت الفاصلة طلع الترتيب، معناتها شو بقول له هون؟ النقطة ام
اللي هي 0.1 تنتمي للتابع أو للخط البياني اللي رمزه سي اف. طبعا نحن بنرمز للخط البياني سي ونحط له اف صغيرة. تمام؟ طيب هلا التطبيق الثاني خلينا نشوف اف اكس يساوي يا جماعة تحت الجذر اكس مربع زائد 1 ام بين قوسين جذر 3.4 تابع جذري اكس مربع زائد 1 لاكس مربع موجبة ضيفوا له 1 فالناتج شو ما حطينا مكان اكس حيكون موجب وبالتالي مجموعة التعريف ار. طيب والفاصلة هون جذر 3 تنتمي لمجموعة التعريف اللي هي ار، فبقول جذر 3 تنتمي لدي اف يلي هي الار. طيب الشرط الثاني رح اخذ اف لجذر الثلاثة. يلا اف لجذر الثلاثة يا جماعة يساوي نستبدل كل اكس بجذر الثلاثة فبنقول اكس مربع يعني جذر الثلاثة مربع زائد 1 يساوي جذر الثلاثة على التربيع، التربيع بياخذ الجذر اللي موجود على الثلاثة فبيضل عندي 3 زائد 1. 3 زائد 1 4. يلا شو جذر الأربعة؟ جواب 2. طيب لاحظوا معي صورت جذر الثلاثة طلع 2. هو شو عاطيني النقطة ام؟ جذر الثلاثة فاصلة 4. طب ما طلع معي 4 طلع 2 فشو بقول له؟ صورت الاكس ما طلعت نفس الواي. لاحظتوا؟ معناتها النقطة ام لا تنتمي للخط. إذا ام هي إشارة التنتمي وهي سي اف يعني قصدي بسي اف يعني الخط البياني لاف. بحط إشارة التنتمي وبحط عليها هالخط هذا إنه الام لا تنتمي للخط البياني. مع إنه الشرط الأول محقق لكن الثاني غير محقق. بيجي أنا وياكم له اف اكس يساوي اكس زائد 5 على اكس ناقص 1 والنقطة ام اللي بدي اختبرها هي 1 فاصلة ناقص 3. طيب أول شيء هذا تابع كسري شو مجموعة تعريفه؟ مجموعة تعريفه دي اف هي كل ار عدد القيم اللي بتعده من مقام. يلا هاتوا لشوف استفدنا من الفيديو الماضي مجموعة تعريفه ار عدد القيم اللي بيعدهم المقام. مين المقام؟ اكس ناقص 1. مين اللي بيعدهم المقام؟ يعني شو قيمة اكس المناسبة للمقام يكون قيمته 0؟ 1. ما هيك؟ لأنه 1 ناقص 1 0 معناتها مجموعة التعريف دي اف هي ار عدد الواحد. طيب يلا بيجي لا اتأكد أنا النقطة ام اكساتها 1. طب هل الواحد تنتمي للدي اف؟ يعني فيني اقول هيك انه الواحد تنتمي لهي المجموعة؟ لا ما تنتمي لانه الدي اف شو هي؟ هي كل ار بس لا تعوض واحد وانا هون بدي اعوض الواحد وبالتالي بقول له الواحد لا تنتمي لدي اف اللي هي ار عدد الواحد. هذا الكلام بيعني النقطة ام لا تنتمي للخط البياني سي اف. يعني انا هون لسه ما وصلت للشرط الثاني، الاول غير محقق بوقف عند الشرط الاول وبقول له الام لا تنتمي. اذا هون الخط البياني شو رح نرمز له؟ إذا سي اف هو رمز الخط البياني. واضح يا جماعة؟ وصلت أنا وياكم هون للفقرة الثانية بالفيديو تبعنا لليوم اللي هو قراءة الخط البياني. يعني نحن بعد ما تعرفنا شو هو الخط البياني، هو مجموعة من النقاط يلي صورة الإكس تساوي واي وفق اف يلي تقع على الخط البياني. إذا الخط البياني مجموعة من النقاط. الآن هذا الخط البياني بيعطيني كثير معلومات عن التابع. مجرد قراءة الخط البياني فيني أعرف معلومات التابع بشكل كامل، منها مجموعة التعريف، منها مجموعة القيم، منها حلول معادلة، حلول متراجحة، إلى آخره من المعلومات الهامة. يعني صار أستاذي أنا فيني بدون ما أحط معادلة ولا متراجحة صار فيني أعرف مجموعة تعريف التابع من خلال قراءة الخط البياني. خليني أشوف أنا وياكم القواعد الأساسية لحتى أنا أقرأ هذا الخط البياني وأعرف هي المعلومات الهامة اللي ذكرناها. إذا قراءة الخط البياني، أول معلومة عندي إياها مجموعة التعريف. أنا ما عاد أهتم هون بمجموعة التعريف إذا كان التابع كسري ولا جذري ولا كثير حدود، ليش؟ لأنه أنا بالأصل ما عندي قاعدة ربط. الأستاذ عم يعطيني التابع على شكل خط، بدي أقرأ هالخط وأعرف مجموعة التعريف. طيب كيف أعرف مجموعة التعريف إذا موجود عندي خط؟ قال مجموعة التعريف في حال هو أعطاني خط بياني وأنا حبيت أعرفها، قال مجموعة التعريف هي مجال يضم فواصل نقاط الخط البياني. يعني الخط البياني مثل ما شفنا نحن بالفقرة اللي قبلها انه كل نقطة لها اكس ولها اف اكس، كل الاكسات تبع الخط البياني هدول بسميهم مجموعة التعريف. وبالتالي بشكل عملي خليني اقول لكم بكبس الخط البياني على محور الاكسات، بشوف شو اخذ فواصل هالقيم هي كلها بحطها ضمن مجال وبقول له هي مجموعة التعريف. طيب خلينا نشوف تطبيق مباشرة على الفكرة الأولى أنا وياكم. رح نمشي يا جماعة القاعدة مع تطبيقها بشكل مباشر. شوفوا هذا التطبيق اللي معنا هون نحن.
عم يقول لي ليكن لدينا اف الخط او اف التابع الذي خطه البياني اف سي اف المبين بالشكل المجاور. حطيت انا وياكم هون محورين اكس واف اكس ورسمنا خط. لاحظتوا هذا الخط اللي باللون الازرق؟ هذا هو الخط البياني. تعالوا نطبق. عم يقول لي هون المطلوب اول شيء عين لي مجموعة تعريف التابع. يعني اعطيتني التابع على شكل خط استاذ. شو مجموعة التعريف؟ مثل ما ذكرنا هون، إذا مجموعة التعريف هي مجال يضم فواصل نقاط الخط البياني. يعني هذا الخط اللي باللون الازرق لو انا نزلته على محور الاكسات، يعني لاحظوا معي هيك بهذا الشكل، لو كبسته على محور الاكسات شو رح ياخذ اكسات؟ شو رح ياخذ فواصل؟ لاحظتوا معي؟ شايفين؟ كانه عم ماخذ الخط البياني واخذه تمام على محور، اسقطه على محور الاكسات. لاحظوا بياخذ الاكسات من هالنقطه هي كامل الفواصل عند هي النقطه. لاحظتوا هذا الخط لما اسقطته تمام على الخط الاكس على الفواصل اخذ اكسات من هي النقطه لهي النقطه. طب انا وياكم بجي بقرا هي النقطه شو اكساتها؟ لاحظوا معي 1 2 3 ثلاث خطوات على المجال السالب، معناتها الاكس هي تبع هي النقطه هي ناقص 3. فاذا فعليا انا من الناقص 3 لوين؟ كمان 1 2 3 4، معناتها من الناقص 3 لوين؟ للزائد 4. إذن الخط البياني لو أسقطته هون أو كبسته هيك على محور الإكسات بياخذ فواصل من الناقص 3 لل4. معناتها بقول له هون الجواب للطلب الأول دي اف يساوي من الناقص 3 مجال مغلق. السبب لأنه النقطة هون موجودة تمام. لوين عندي إياها؟ لل4. أيضا هي النقطة كمان موجودة. طب كيف ممكن تكون غير موجودة؟ بيعمل لي هيك الدويرة الصغيرة. لو كان عامل لي دويرة صغيرة عليها معناتها هي النقطة اللي هي ناقص 3 ما بدي إياها، فبعمل المجال عندها بهذا الشكل هيك مفتوح تمام. أنا رح رجعها للسؤال الأساسي. إذا بافتراض النقطة عندي إياها موجودة هون تمام هيك بهذا الشكل، معناتها عند الناقص 3 مجال مغلق لل4. لاحظتوا قديش قراءة الخط البياني أسهل بكتير من إني أطبق بشكل عملي، يعني بشكل جبري حسابي. بس كبست الخط البياني على الإكسات شو أخذ؟ كتبت له. إذن هي الفكرة الأولى اللي هي مجموعة التعريف. طيب الفكرة الثانية يا جماعة عم يقول لي مجموعة القيم أو بين قوسين المستقر الفعلي تمام. المستقر الفعلي. طيب كلمة القيم أو المستقر الفعلي يعني هي الإكسات أنا لو صورتها شو الأعداد اللي بتطلع تمام؟ هذا هو المستقر. فبقول أنا وياكم مجموعة القيم إذا حابب أعرفها من خلال قراءة الخط قال هي مجال يضم تراتيب نقاط الخط البياني. يعني بالتعريف باخذ الخط البياني بنزله على الاكسات. شو اخذ من الاكسات؟ هي التعريف، مجموعة التعريف. اذا بدي اعرف مجموعة القيم هالخط البياني باخذه على الوايات، يعني رح اكبسه على الوايات. شو اخذ من الوايات؟ بتكون هي مجموعة القيم. تعالوا انا وياكم لنشوف بالتمرين اللي حاطينه هون معنا. هذا الخط البياني لو حبينا ناخذه على الوايات بدل ما اخذه على الاكسات رح اخذه وين؟ على الوايات. لاحظوا معي اذا كبست هذا الخط البياني على الوايات، الوايات هي النقطة. قديش هي النقطة؟ 1 في عندي هون. طبعا بالنسبة لنا كخط بياني بيكون موجود عندنا شبكة أو بيكونوا مسمين لي إياهم الأرقام هون. فإذا 1 2 نزلت درجتين لتحت معناته هون ناقص 2. وبالنسبة لنا هي النقطة أعلى نقطة بالتابع هي حتكون عندنا هون 1 2 3 4. طيب هلا شوفوا الخط البياني هذا المرسوم قدامنا لو حطيناه على محور الواي شفنا شو أخذ على الوايات. لاحظوا معي هي النقطة بلشت بالناقص 2. لاحظتوا أي نقطة من الخط البياني تمام عم أسقط هلأ بشكل تمام عندي يا شاقولي. لاحظتوا أي نقطة من الخط البياني لو بعدت على الوايات أكيد الوايات تبعاتها رح تكون شوفوا هي أعلى نقطة. لاحظنا كل هدول الوايات رح تكون موجودة على محور الواي بالنسبة للخط البياني ما بين القيمة ناقص 2 وأعلى قيمة اللي هي قديش عندي إياها 4 موجبة. معناتها مجموعة القيم لو أخذت أي نقطة من الخط البياني وصورتها لإف إكس تبعها رح تكون بين الأربعة والناقص 2. فكأنه أخذنا الخط البياني وكبسناه على الواي. شو أخذ؟ من الناقص 2 للأربعة. معناتها الجواب للطلب الثاني هون عين مجموعة القيم هو مجموعة القيم مجال بيضم من الناقص 2
لوين عنا اياها؟ للأربعة. تمام؟ هي مجموعة قيم التابع. الآن تعالوا نشوف القاعدة الثالثة يعني من خلالها بعرف معلومات عن التابع. القاعدة الثالثة عم لي حلول المعادلة f(x) يساوي k، والk هو عدد حقيقي يعني قد يكون موجب، قد سالب، قد صفر. كيف بعرف حلول المعادلة؟ هلا لو كانت f(x) يساوي 2 بدي أعوض f(x) بالصيغة تبعها وحل المعادلة، حساب جبري. أما هون بالخط البياني قال لا، الموضوع أسهل بكتير. شو بساوي؟ قال حلول المعادلة f(x) يساوي k هي فواصل نقاط تقاطع الخط البياني مع المستقيم الأفقي y يساوي k. يعني خلاصة الكلام بروح أنا برسم المستقيم y يساوي k، يعني اعمل لي هون f(x) يساوي 3، برسم مستقيم أفقي f(x) يساوي 3. طيب وين قطع الخط البياني؟ قال قطع بنقطتين، بشوف النقطة الأولى قديش إكساتها والثانية قديش إكساتها. هالفواصل هي لنقاط التقاطع هي حلول المعادلة. طيب خلينا نشوف هذا الكلام بشكل عملي. نيجي لهون أنا وياكم للطلب الثالث، عم يقول لي فيه عين حلول المعادلة f(x) تساوي الصفر. طيب f(x) يساوي الصفر، في داعي ارسم مستقيم أنا هون؟ لا، قال لأنه f(x) يساوي الصفر هو نفسه محور الإكسات. إذا محور الإكسات هو نفسه f(x) يساوي الصفر. طيب أستاذي لو رسمت أنا أو لاحظت، إذا هون رح نقول هذا هو مرسوم جاهز f(x) يساوي الصفر، نفسه هذا الخط الأزرق. طيب هذا الخط الأزرق اللي هو محور الإكسات يا جماعة، لو أنا لاحظت مع الخط البياني بكم نقطة تقاطع؟ لاحظوا تقاطع معي بهي النقطة الأولى وبهي النقطة وبهي النقطة. إذا عندي هون أنا 3 نقاط للتقاطع الخط البياني مع الإكسات، نقطة، 2، 3. يلا النقطة الأولى قديش إكساتها؟ -1 -2، لاحظتوا؟ إذا مشينا خطوتين باتجاه السالب -2. والنقطة الثانية 1 2، معناتها الإكس الفاصلة الثانية هي 2. والنقطة الثالثة قديش فاصلتها؟ 1 2 3 4، معناتها الإكس 3 اللي هو الحل الثالث للمعادلة إكس يساوي 4. إذا بعيد، إذا هون نحن الإف إكس يساوي الصفر مرسوم، هو خط الإكسات نفسه. بكم نقطة قطع الخط البياني؟ 1 2 3. يلا شو فواصل هي النقاط؟ يعني إكساتها، هي تقع الإكسات هي، فمباشرة -2، وهون عندي إياها 2 وهون عندي إياها 4. إذا بقول له x1 يساوي -2، x2 يساوي 2، وx3 يساوي 4. إذا كم حل طلع للمعادلة f(x) يساوي الصفر؟ طلع عندي 3 حلول، السبب إنه 3 نقاط للتقاطع. طيب خلينا نشوف أيضا الفكرة الرابعة المطلوب مني أتعلمها لقراءة الخط، يلي هي حلول المتراجحة f(x) أكبر أو تساوي k. يعني بدال f(x) تساوي k أكبر أو تساوي k. شو الخطوة الزيادة هون بالمتراجحة أستاذ؟ قال هون أول شيء بما أنه متراجحة ما عندي حلول، يعني حل حلين أو 3. قال هون عندي عدد لا نهائي من الحلول، وهذا الكلام بيتطلب مني كتابة مجال، فلذلك عمل لي هون حلول أي متراجحة هو مجال يضم فواصل نقاط الخط البياني المحققة للمتراجحة. يعني أنت بدك f(x) يكون أكبر من 3، بدي فواصل الخط البياني اللي إكساته أكبر من 3. طيب شو بساوي أنا حتى أحدد هذا الكلام أو هذا المجال؟ قال بعمل 3 خطوات صغيرة. الخطوة الأولى برسم المستقيم الأفقي y يساوي k، يعني نفس خطوة حل المعادلة، أول شيء ارسم المستقيم. الخطوة الثانية بما أنه أنت عم تحكي عن متراجحة، قال بحدد الجزء من الخط البياني يلي بيحقق المتراجحة. فإذا أنت كان بدك f(x) أكبر أو تساوي 3، ارسم y يساوي 3 وخذ الجزء يلي فوق 3. طيب أصغر من 3 باخذ الجزء يلي تحت 3. طيب بعد ما حدد الجزء أنا بلون مختلف، قال بكتب فواصل ذلك الجزء على شكل مجال. يعني أنا رسمت الخط الأفقي، بدي f(x) أكبر من 3 أستاذ، حددت الجزء اللي فوق 3، هذا الجزء بأسقطه على الإكسات، باخده على الإكسات، شو فواصله؟ هو هذا المجال بيكون حل المتراجعة. خلينا نشوف كمان هذا الكلام بشكل عملي أنا وياكم. عم يقول لي هون ما هي بالطلب الخامس، ما هي مجموعة قيم x التي تحقق المتراجحة f(x) أكبر أو تساوي الصفر؟ طيب أنا كمتراجحة عندي هون f(x) أكبر أو تساوي الصفر يا جماعة. هي f(x) يساوي الصفر، الخطوة الأولى مرسوم الخط البياني، الخطوة الثانية بدي f(x) يكون فوق الصفر. فبيجي أنا وياكم بقول مين الجزء من الخط البياني يلي عندي إياه فوق الصفر؟ تمام؟ بلاحظ إنه الجزء ليك، وهذا الجزء الأول
ملون باللون الأسود، وهذا الجزء الثاني. إذا أنا أستاذي بعد ما رسمت الخط الأفقي اف اكس يساوي الصفر، حددت الجزء يلي فوق الصفر، أول جزء هون وثاني جزء هذا. هلا حلول المتراجحة هو فواصل هذا الجزء وفواصل هذا الجزء. طيب يلا تعالوا نشوف شو إكساته لهذا الخط البياني. هذا الجزء الإكسات بتبلش من عند الناقص 3 وبتخلص عند هي النقطة، وهي النقطة هي ناقص 2. لو قرأناها عناها ناقص 2. تمام؟ معناتها حلول المتراجحة هو من الناقص 3 للناقص 2. أيضا في عندي هذا الجزء ما بنساه، هذا الجزء من الخط البياني إكساته بتبلش هون وبتخلص هون. هي النقطة هي عبارة عن 1 2. إذا لاحظوا معي بيبدأ الإكسات من الاثنين لوين؟ للأربعة. معناتها حلول المتراجحة اف اكس أكبر أو تساوي الصفر من الناقص 3 للناقص 2. لاحظتوا هذا الجزء إكساته زائد من الاثنين للأربعة. بس أنا كونه عم حط مجالات ما بقول زائد، بقول اجتماع، يعني المجال الأول والمجال الثاني. إذا هون فقط رح أقول اكس تنتمي للمجال يلا من الناقص 3 للناقص 2. طيب يا جماعة المجال عندي اياه مفتوح لما مغلق هون. بنرجع للمتراجحة أستاذي أكبر أو تساوي، يعني كلمة تساوي يعني بدي إياها للصفر، وبالتالي بسكر المجال. إذا ناقص 3 للناقص 2 اجتماع، أيضا مثل ما ذكرنا من الاثنين للأربعة، من الاثنين للأربعة. هيك بكون حليت المتراجحة اف اكس أكبر أو يساوي الصفر. طب أستاذ في الطلب اللي قبله 4 شو عم يقول لي فيه؟ هذا طلب هيك شوي للأذكياء، بنقول فيه ما هو عدد حلول المعادلة اف اكس يساوي 2. هلا بيجي أنا حل المعادلة إني أرسم خط أفقي وشوف وين قطع الخط البياني وخبره على الفواصل. بس هون لاحظوا شو قال لي؟ قال لي ما عدد الحلول، ما قال لي ما هي الحلول. يعني هو ما بده الإكسات، يعني هو بس بده مني إني أرسم الخط البياني عند الاثنين وشوف بكم نقطة قطع بنقطة بقول له حل وحيد، قطع بنقطتين بقول له حلين، لأنه سألني عن عدد الحلول. أما الطلب اللي قبله شوفوا معي عم يقول لي عين الحلول، يعني هون بده الإكسات، أما هون بده عدد الحلول بس. فبيجي أنا وياكم ما هو عدد حلول المعادلة اف اكس يساوي 2؟ فبروح عند الاف اكس 2، هي 1 هي 2. عند الاثنين أنا أستاذي لما برسم خط أفقي عند الاثنين، طيب يلا هي معنا الخط الأفقي. لاحظوا معي لو حطيت الخط الأفقي هيك بكم نقطة قطع التابع؟ لاحظوا معي رح يقطع التابع بهي النقطة الأولى هون، وبالنقطة الثانية هون، وبالنقطة الثالثة. فصار عندي بهذا الشكل. لاحظنا إذا هي اف اكس يساوي 2. حطينا الخط الأفقي هون نقطة، وهون عندي إياها نقطة صاروا 2، وهون نقطة صاروا 3. معناتها ما هو عدد حلول المعادلة اف اكس يساوي 2؟ بما انه قطع الخط البياني ب3 نقاط فعندي 3 حلول. اذا بقول له هون 3 حلول. تمام؟ اذا فقط عندي هون 3 حلول. طيب بنتقل انا وياكم للفكرة ما قبل الأخيرة اللي هي صورة عدد. يعني أنا عندي هون صورة عدد x يساوي a. قلت لكم عنا الخط البياني، صوروا لي اف الواحد، اف الاثنين، اف الثلاثة. عادة اللي احنا لما بنصور مثل ما شفتوا بالفقرة اللي قبلها بنستبدل كل اكس باثنين، كل اكس بواحد حسب العدد. لكن هون أنا ما عندي قاعدة ربط، ما عندي صيغة عوض فيها، عندي خط بياني. طب كيف بصور أستاذ عدد وفق خط بياني؟ قال شوفوا صورة عدد x يساوي الآ، يعني صورة الإكس واحد أو الإكس اثنين إلى آخره. قال هي ترتيب نقطة تقاطع المستقيم x يساوي a مع الخط البياني. يعني أنا بدك صورة الواحد أستاذ، بروح برسم المستقيم x يساوي الواحد. وين قطع الخط البياني؟ باخذ الترتيب تبع نقطة التقاطع بتكون هي الصورة. طيب خليني أشوف أنا وياكم هون بالطلب رقم 6 عميل لي فيه ما هي على التوالي صور الأعداد 0 3 ناقص 3. يعني بده هو اف الصفر. يلا اف الصفر أنا وياكم مع بعض. وين الإكس تساوي الصفر؟ طبعا هي محور الإكسات. وين الصفر؟ هي الصفر. طيب يلا ارسموا لي عنده مستقيم شاقوا لي إكس يساوي الصفر. لاحظوا معي هي المستقيم مرسوم جاهز هو محور الوايات. لما رسمنا هذا المستقيم وين قطع الخط البياني؟ لاحظوا معي قطع الخط البياني بهي النقطة. لفوق ما في خط بياني، لتحت بهي النقطة. يلا هي النقطة يلي قطع فيها الخط البياني قديش واياتها؟ قال أستاذ واياتها ناقص 2. معناتها صورة الصفر شو تساوي؟ ناقص 2.
شايفين بكل بساطة. إذا عم برسم المستقيم الشاقولي، وين أقطع الخط البياني؟ باخذ ترتيب نقطة التقاطع. يلا اف ل3. يلا وين الاكس تساوي ل3؟ يلا تعالوا نعد 1 2 3. هي النقطة 3. يلا استاذ حط لنا مستقيم شاقولي عند ال3. يلا المستقيم الشاقولي وين اقطع الخط البياني يا جماعة؟ اقطع الخط البياني بهي النقطة. طيب يلا هي النقطة استاذي شو ترتيبها؟ شو واياتها؟ شو قيمة اف اكس عندها؟ هي النقطة بروح باتجاه اف اكس. ها وصلنا لهون. هي النقطة قديش الاف اكس تبعها؟ بنعد 1 2 3 4. معناتها صورة ال3 قديش تساوي؟ 4. فمن الاف اكس عند 3 4. طيب آخر وحدة اف ناقص 3. يلا بنروح لعند الاكس ناقص 3، بنقول ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. هي الاكس يلا مستقيم شاقولي عندها. يلا وين قطع الخط البياني يا جماعة؟ شايفين رسمنا المستقيم الشاقولي، لتحت ما في خط بياني، ما في نقطة تقاطع، لفوق في عندي هي النقطة. يلا هي النقطة استاذي عرفناها. يلا الاف اكس تبعها روحوا لي على الاف اكس. نجي لهون. هي الاف اكس قديش؟ بنعدها 1 2 3. إذا صورة الناقص 3 تساوي 3. ملاحظين يا جماعة فعلا قراءة الخط البياني أسهل من الحساب الجبري، إنه الخط موجود أمامنا وكل معلوماته فينا نقرأها ونحددها بشكل سريع، لهيك سمينا الفقرة قراءة الخط البياني. يعني أنا ما عندي عمليات حسابية هون، مجرد النظر للخط البياني بقرأ المعلومة وبجاوب مباشرة على الطلب. طيب بنجي أنا وياكم للفقرة هلأ رقم 6 والأخيرة، لكن قبل ما أروح للفقرة 6 والأخيرة بس في عندي هذا الطلب. 7 عم يقول ما هي مجموعة قيم x التي تحقق المتراجحة fx أكبر من الناقص 2؟ رجعت أنا وياكم لموضوع المتراجحة. هاتوا لنشوف fx أكبر من الناقص 2. الخطوة الأولى برسم خط أفقي عند الناقص 2. 2 بحدد الجزء يلي أكبر تماما من هذا الخط وباخذ فواصله. يلا وين الناقص 2 عندي إياها أستاذي؟ هي الناقص 2. لاحظوا معي هي الخط الأفقي اللي قلت لكم نرسمه. نحن بافتراض أن هذا الخط الأفقي رسمناه بهذا الشكل، حطينا المسطرة أفقيا عند الناقص 2. وين الخط البياني قاعد فوق الناقص 2؟ قال أستاذ ليك هذا الخط هيك كله قاعد فوق الخط فوق المستقيم اللي هو ناقص 2، وأيضا هذا الخط كله، معناتها كامل الخط البياني يقع فوق الناقص 2. لكن في شغلة صغيرة بدكم تنتبهوا لي عليها هون، انه اف اكس اكبر تماما من الناقص 2. يعني الناقص 2 انا ما رح اخذها، وبالتالي الخط البياني يلي بيحقق المتراجحة هو كامل سي اف عدا هي النقطة ناقص 2. وبالتالي حلول المتراجحة هي كامل مجموعة التعريف، لانه هو شو قال لي بترسم المستقيم وبتحدد الخط البياني اللي قاعد فوق المستقيم هون لانه اف اكس اكبر تماما، وبتاخذ الفواصل. رسمنا المستقيم، الخط هو هذا اللي قاعد فوق المستقيم. هلا الفواصل تبعه لاحظوا هي كامل مجموعة التعريف عدا مين؟ عدا الترتيب او الفاصلة تبع النقطة ناقص 2. مين هو فاصلة الناقص 2؟ هي الصفر اللي طالعناها من شوي. صورة ان الناقص 2 هي صورة لمين؟ للصفر. وبالتالي شو رح اقول له انا هون؟ رح اقول له مجموعة قيم اكس اللي بتحقق هي المتراجحة هو انه الاكس تنتمي للمجال من الناقص 3 لل4 كامل مجموعة التعريف عدا النقطة اللي هي صورة الناقص 2 أو الناقص 2 صورة لها اللي هي مين؟ الصفر. إذا من الناقص 4 من الناقص 3 لل4 عدا الصفر. إذا يا جماعة حلول هي المتراجحة في اكس أكبر من الناقص 2 إنه الاكس لازم تنتمي من المجال من الناقص 3 لل4 عدا الصفر. طيب هلا بنروح انا وياكم للفكره الاخيره بقراءه الخط البياني. الفكره الاخيره هي الاتي: اضطراد تابع. كلمه اضطراد تابع بتعني هالتابع متزايد لما متناقص. طيب انا اذا معي خط بياني كيف بعرف التابع متزايد او كيف بعرفه متناقص؟ لاحظوا معي الرسمه الاولى. هذا التابع الخط باللون الازرق. عم اقول انا وياكم هون قال عندما يكون سي اف هابط يعني نازل من اليسار إلى اليمين. أنا إذا حطيت إيدي على الخط البياني واتجهت من اليسار لليمين والخط كان نازل، قال بهي الحالة بقول اف متناقص تماما. لاحظوا معي هي إيدنا هون على الخط البياني، هي من اليسار، روحوا باتجاه اليمين بتلاحظوا إنه أنا عم أنزل معناتها الخط متناقص. إذا
اتجاه اليمين نزل الخط لتحت، معناتها اف متناقص تماما. طيب الحالة الثانية قال عندما يكون سي اف صاعد من اليسار إلى اليمين فاف متزايد تماما. يعني أنا إذا حطيت إيدي على الخط البياني واتجهت من اليسار لليمين والخط عم يطلع، فشو بقول له هون؟ بقول له التابع متزايد تماما. فلاحظوا معي، هي ايدنا على الخط البياني، كل ما عم روح على اليمين الخط لوين؟ عم يطلع باتجاه الأعلى، معناتها بقول له هون التابع اف متزايد تماما. طيب الآن جدول الاضطراد، يعني كلمة جدول الاضطراد هو تحديد وين التابع متزايد وين متناقص. طبعا جدول الاضطراد حيكون مؤلف من سطرين، سطر بضم اكس وسطر بضم اف اكس. طبعا انتم شوفوا هون عندي حاطط انا بي A1 B1 A2 وB2، وحاطط سهم باتجاه الاعلى وسهم باتجاه الاسفل بهذا الشكل. مين هن الA B الA1 B1؟ مين هدول النقاط؟ لانه هون اكس وهون اف اكس، فهي نقطة تنتمي للخط البياني، ايضا هي نقطة وهي نقطة. قال هي النقاط A B او A1 B1 او الA2 B2، قال هي نقاط بيكون التابع عم يغير جهة اضطراده عندها، يعني بيكون التابع طالع بصير نازل. هي النقطة بدي اسجلها انا بجدول الاضطراد، يلي كان التابع قبلها طالع متزايد وبعدين صار متناقص، او كان متناقص تابع بعدين صار متزايد. اذا بسجل النقاط، شايفين هي نقاط يغير التابع جهة اضطراده عندها. طبعا هون حاطين اشارة انه هذا السهم يلي باتجاه الاعلى المقصود فيه انه اف تابع متزايد، السهم باتجاه الاسفل اف تابع متناقص. طيب خلينا نطبق هذا الكلام اللي هو جدول الاضطراد على التمرين اللي عندنا اياه هون. بنقول انا وياكم هون الطلب رقم 8 نظم جدول اضطراد التابع اف، يعني هي الخط البياني عندك، يلا نظم لي جدول الاضطراد، يعني اعمل لي جدول من سطرين وخبرني وين التابع متزايد وين التابع متناقص. بيجي انا وياكم بعمل جدول صغير، هذا هي اكس وهي اف اكس. يلا خلينا نشوف اول نقطة بالخط البياني هي هون، اكساتها ناقص 3 وواياتها 3. لاحظتوا؟ اذا الاكس تبعها ناقص 3 والواي تبعها 3. يلا حطينا ايدنا على الخط البياني، خلونا نروح من اليسار لليمين، يعني جهة الحركة هيك. لاحظوا الخط البياني شو عم يصير فيه هون؟ عم ينزل، وصل لعند هي النقطة. هلا هي النقطة بده يرجع يطلع، يعني كان نازل صار طالع، يعني كان متناقص صار متزايد. فهي النقطة بسجل عندي واياتها لهي النقطة ناقص 2 واكساتها صفر. لاحظوا لو رحت محور الاكس بيطلع صفر، فبقول له هي النقطة ناقص 2، هي الوايات والاكسات صفر. طيب هي النقطة، يلا التابع طالع بهذا الاتجاه طالع، وصلنا لعند هي النقطة. عند هي النقطة بده يرجع ينزل، معناتها عند هي النقطة رح يغير جهة الاضطراد. طب هي النقطة شو اكساتها استاذ؟ 3. لاحظوا واياتها 4، فبنسجل الاكسات 3 والوايات 4. آخر شيء التابع بعد هي النقطة ضل نازل هيك لعند هي النقطة، هون وقف التابع. هي النقطة إكساتها 4 وواياتها 0، لأنه هي النقطة تقع على محور الإكسات وكل شيء على الإكسات ما له وايات. طيب ما بدنا هيك، إكساتها 4 روحوا لي باتجاه الوايات، وصل لعند هي النقطة اللي هي 0. معناتها النقطة هي إكساتها 4 واياتها 0. ولاحظوا الأسهم من الثلاثة للناقص 2، تمام؟ لاحظوا عندي هون التابع متناقص، من الناقص 2 للأربعة السهم أكيد شو رح يصير فيه؟ رح يطلع قيم الواي، يعني أنا هون في نحط الأسهم بالاعتماد على القيم، من الأربعة للصفر السهم رح ينزل. بهذا الشكل يا جماعة بنكون كتبنا جدول اضطراد التابع. طبعا هي المعلومات كلها فيما بعد رح تمر معنا بشكل حسابي، لكن هون قراءة الخط البياني جدا مهمة لأنك كحادي عشر وكبكالوريا، تمام؟ إذا قراءة الخط البياني بتعتمد ما يلي، أني انظر للخط البياني، مجرد القراءة فيني جاوب على الطلب بشكل مباشر. هيك أنا وياكم بكون يا جماعة انتهيت من فقرة الخط البياني اللي هي كانت معنا على قسمين، القسم الأول تعريف الخط وانتماء نقطة، القسم الثاني قراءة الخط البياني بقواعد مهمة وأساسية. هاي القواعد مستمرة معنا حادي عشر وبكالوريا. بتمنى نكون هيك استفدنا بشكل جيد من الدرس اليوم، درسنا كان كتير مهم اليوم وأساسي. منتابع بدرسنا إن شاء الله في المرة القادمة، لكن بدي اتفق أنا وياكم على وظيفة ناخذها. عنا تدرب صفحة 16 بكتابنا، في عنا التمارين 1 و2 و3 و4. إذن وظيفتنا بنعيدها، صفحة 16 التمارين تدرب 1 2 3 و4، فيهن مراجعة على الخط البياني، تعيين نقطة،
أو انتماء نقطة، وفيهم أيضا قراءة الخط البياني. هدول التمارين بتمنى منكم تحلوهم بعد متابعة الفيديو بشكل جيد، حتى نتمكن أنا وياكم من الفيديو القادم من حلهم بشكل كامل، وتتأكدوا أنتم من حلكم، وننتبه إذا كان في عنا أخطاء أو ثغرات نتجاوزها. يعطيكم العافية، موفقين. مع أساتذة محترفين وخبرتهم كبيرة حتحصل على علامات عالية بكلفة مخفضة وسهولة وصول عالية. اشترك معنا بمنصة لبيب التعليمية.